اخويا وهو صغير اكتشفنا عنه سر خطير جدا جدا. السر ده بنعاني منه لحد دلوقتي، وانا ضميري بيوجعني. عايزه اتكلم لكن مش قادره، مش عارفه هقول ايه ولا اتصرف ازاي. يا مساء الفل، انا اسمي مروه. لو اول مره تشوفوني ارجوكم تتابعوا قناتي وتابعوا الفيديوهات اللي بنزلها. عجبكم الفيديوهات بتاعتي وفكره القناه، ارجوكم اعملوا لايك وشير للفيديو، واعملوا لي كمان اشتراك في القناه. يلا بينا مع بعض نشوف مشكله النهارده بتتكلم على ايه. اخويا من وهو صغير اكتشفنا انه عنده عيب خلقي خطير جدا يمنعه ان هو يخلف، لكن للاسف اهلي مش متخيلين خالص فكره ان هو يقعد كده من غير جواز، مصممين ان هم يجوزوه. من كام شهر اتفاجئت ان هو شاف واحده وعجبته جدا، وراح كلم ماما عليها وقالت له حاضر يا حبيبي من عينيا هروح اخطبها لك. وابويا كمان كان موافق. حاولت اتكلم معاهم واقول لهم يا جماعه ما ينفعش، لازم تقولوا للبنت الاول المشكله اللي عند اخويا. طبعا رفضوا تماما، وكالعاده زعقوا لي وبهدلوني وقالوا لي مالكيش دعوه ما تتكلميش. المشكله بقى ان البنت دي فقيره جدا وحالتهم الماديه على قدهم. انا ابويا مقتدر ماديا جدا واخويا كمان. لما راحوا خطبوا البنت دي قال لابوها انت مش هتجيب اي حاجه خالص، انا هقوم بالجوازه كلها، وكمان عندها اخت. ابويا قال له انا كمان هساعدك في جهازها. طبعا الناس رحبوا جدا باخويا، كانوا مبسوطين جدا وطايرين من الفرحه. بس انا دلوقتي زعلانه جدا ومتضايقه ومقهوره وخايفه قوي. خايفه اتكلم ابويا يعمل فيا حاجه ولا امي، واخويا يزعل مني وياخد مني موقف. وفي نفس الوقت ضميري بيوجعني، ازاي البنت دي هتخش كده على غش وهتتجوز اخويا وهي يا عيني عمرها ما هتخلف. انا مش عارفه اتصرف ازاي، ارجوكم فيدوني. هل اتكلم معاها واقول لها الموضوع واخويا ممكن ياخد مني موقف وما يكلمنيش ومعرفش بابا رد فعله هيبقى ايه معايا، ولا اسكت وما اتكلمش خالص واخلي البنت تدخل على غش واحرمها من انها تكون ام في يوم من الايام؟ انا مش عارفه اتصرف ازاي. دي كانت مشكلتنا النهارده، طبعا اتمنى اعرف رايكم في التعليقات. بصي يا ست الكل، اول حاجه لازم تعمليها هتروحي تقولي للبنت دي، وليها حريه الاختيار. لو انت بقى خايفه من ابوكي وامك، خافي من عذاب ربنا، خافي من عذاب ضميرك، لان البنت دي هتخش على غش وهتحرميها من ابسط حقوقها ان هي تكون ام. طبعا كل حاجه بايد ربنا، وجايز يمكن اخوك يخلف في يوم من الايام. بس برضو انت لازم تروحي للبنت دي وتكلميها، بلاش تكلمي اهلها، كلميها هي. انت هتاخدي بعضك كده وتروحي لخطيبه اخوكي وتحكي لها المشكله كده من الالف للياء، وعليها انها تقبل او ترفض. لو قبلت خلاص هي حره، هي بقى تتحمل ايه مسؤوليه نفسها، وهي اللي هتشيل الليله. ويا عالم يمكن اخوكي ربنا يعني يشفيه ويعافيه ويخلف، محدش عارف، يعني كل حاجه باراده ربنا. لو رفضت قولي لها بقى بصي ما تجيبنيش في السيره خالص، ولا تجيبي سيرتي نهائي، واعملي اي مشكله، افتعلي اي مشكله كده ما بينك وما بينه علشان خاطر الجوازه تتفشكل. يبقى هي كده فشكله الخطوبه ما بينها وما بين خطيبها، انت مالكيش دعوه خالص بالحوار ده. وفي نفس الوقت انت رضيتي ضميرك ورضيتي ربنا، لان ربنا ما بيرضاش بالظلم، واهلك دول هيعملوه للاسف ده ظلم، فما ينفعش ان احنا نرضى بالظلم. يا رب الفيديو بتاعنا يكون عجبكم النهارده. ما تنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو، كومنت بقى حلو كده من عندكم، تقولوا لي رايكم في التعليقات عن مشكله النهارده، واعملوا لي اشتراك في القناه. واشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه.